الحظر إحدى سمات حياة الربيع العربي، وهو في مصر أبرز بعد أحداث 30 من يونيو الماضي. وإذا كان قد انتهى تطبيقه في شوارع المدن المصرية، فإنه لم ينتهي التفكير في تطبيقه على فكرة سياسية، حتى نص عليه ال50 في مشروع تعديل دستور 2012 بأنه لا يجوز قيام أحزاب أو مباشرتها نشاطا سياسيا قياما على أساس ديني. الهدف الرئيسي من النص في الدستور المصري المقبل لعام 2013 في حال إقراره شعبيا هو نتيجة لسبب أساسي، وهي آفة خلط السياسة بالدين، وليس نتيجة لإقصاء تيار سياسي أو مجتمعي بعينه، أو نتيجة فشل أو الخبرة السيئة للأحزاب الإسلامية التي وصلت إلى سدة الحكم في المنطقة العربية. وكما كان المزاج العام للربيع العربي إسلاميا، يظن أحيانا أن المزاج العام لحظر إسلامية الربيع سوف يكون عربيا، فتقف الأحزاب الإسلامية اليوم في العالم العربي عامة على مفترق طرق، إذ تتجه الأنظار بعد حظر الأحزاب الدينية في مصر إلى تطبيقه في دول عربية مثل تونس التي تحكمها حركة النهضة الإسلامية الذراع السياسية للإخوان المسلمين، وكذلك في دول عربية أخرى على رأسها دول الخليج العربي، وما يمكن أن يترتب على ذلك كله. هناك جماعات دينية تريد أن تمارس العمل السياسي، التيارات الإسلامية التي تريد أن تمارس العمل السياسي لابد أن تكون تيارات متفتحة. إذا أرادت أن تمارس العمل السياسي فلتمارسه من خلال الأحزاب، أحزاب مدنية تقوم على تقديم خدمات للناس، تقوم على ممارسة العمل السياسي بعيدا عن إقحام الدين، لأن هناك طبعا هو ما فيش فصل الحياة عن الدين، الدين مشارك في كل شيء. ردود أفعال المجتمعات الإسلامية لم تبدو بعد، فما زال هناك ترقب لما يمكن أن يترتب على حظر الأنشطة الإسلامية السياسية في وجود اتجاهات علمانية داخل إطار تلك المجتمعات التي تميل إلى التدين. ليس الفرق بسيطا بين أن تكون المحكمة في شؤون العباد وواضع دساتيرهم، وبين أن تصير منفيا من بينهم، منتفيا من حياتهم السياسية. لكن هذا ممكن في بلاد العرب. ألا ترى شاعرهم يقول: ما بين طرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. من القاهرة لقناة الكوت، معتز صقر.